الفيديوهات اللي هي من القلب للقلب دي انا الصراحه بحبها جدا. تعمل ايه بعد الكليه؟ انا عندي 27 سنه، اتخرجت من الكليه من 3 4 سنين، وبعد كده دخلت الجيش. بس انا قعدت في الكليه 5 سنين، يعني قعدت في كليه تجاره 5 سنين. بس انا عدت يعني بنفسي، بس ايا كان يعني. وبعد كده دخلت الجيش والكلام ده كله. بس انا بشتغل اصلا من ثانوي عام. فالفيديو ده هيكون للناس اللي ما اشتغلتش قبل كده ولسه متخرجين من الجامعه وشايفين الحياه وردي والدنيا حلوه معاهم والكلام ده كله. فالفيديو ده هي مش هديك طاقه سلبيه خالص، والله العظيم الحمد لله الحمد لله ما بحبش اديك طاقه سلبيه لحد. ودايما فعلا بشوف ان المستقبل لينا والدنيا وردي وكل الكلام ده. بس للاسف احنا في كشعب دلوقتي بقينا تافهين جدا يعني، لدرجه ان احنا فاكرين بقى ان احنا هنخرج نحاول مش عارف نتعين في بنك او نتعين مش عارف في ايه، وهنجيب واسطه تشغلنا فين والكلام ده كله، ونقعد نلطم ازاي بنقبض 5000 جنيه و6000 جنيه وهنعيش ازاي، والحكومه بقى، ونبتدي نخش ايه، نرمي شماعاتنا على الناس. لكن احنا طبعا زي الفل، احنا تمام، بس الناس كلها هي اللي غلطانه، والحكومه والبلد والتعليم والام والعيله والاب والكلام ده كله. وانا كمعتز لا، انا تمام، انا جاهز ومفروض اقبض 50000 جنيه، بس زي ما بقبضش 50000 جنيه. فتعال نتكلم في الحته دي يعني. ماشي. تعمل ايه انت بعد الكليه؟ انا من وجهه نظري، هي في كذا وجهه نظر الموضوع ده، بس انا من وجهه نظري ان انت من بعد الكليه، ال5 سنين بعد الكليه دول مرمطه، لازم تتمرمط. ولا تقعد تقول لي بقى عايز اشتغل عشان اجيب الايفون، واحاول اجيب الايفون، ولا اجيب عربيه، ولا اجيب مش عارف ايه. انت ال5 سنين اللي بعد الشغل دول، اللي بعد الجامعه دول، انا اسف، مرمطه. اللي هو انت بتشتغل 16 ساعه بقى. هتقعد تقول لي يا لهوي والظلم، وفي امريكا بيشتغلوا 8 ساعات و6 ساعات وبيجيبوا اكتر مننا. في امريكا، احنا مش في امريكا، انت في مصر، كل سنه وأنت طيب. فلازم بعد الجامعه تبتدي تشوف شغل، ممكن تنزل شغلانتين كمان، بس انت بايدك تنزل شغلانه واحده. يعني انت مثلا تقدر، انت دلوقتي مرتبك في شغلانه ب 3000 جنيه، فانت كده محتاج تنزل مرتب شغلانه ثانيه ب 3000 جنيه عشان تكون بتقبض 6000 جنيه. طب ما تذاكر يا عم الحاج وتبقى كويس في حياتك عشان تقبض 10000 جنيه من شغلانه واحده وخلاص. موجوده لو انت في الجامعه، يا ريت يعني. لو انت في الجامعه ما تعملش حاجه غير حاجتين: ان انت تشوف شغل بارت تايم تنزله، او تنزل شغل فول تايم في الصيف. وجوه الجامعه لازم تخش حاجه اسمها نشاط طلابي، لازم تخش حاجه اسمها ستودنت اكتيفيتي. لو انت في اي جامعه هتلاقي في حاجه اسمها نشاط طلابي، او مش اتحاد الطلبه، نشاط طلابي. لو انت في جامعه القاهره هتلاقي في ايزك واناكتس وكوميت. لو انت في حلوان هتلاقي في ايزك واناكتس وكوميت، يعني في كل حاجه، يعني هتلاقيهم موجودين في كل حته. لو انت في جامعه خاصه هتلاقي في ايزك واناكتس. دور على الحاجات دي وخشها. الحاجات دي هدفها ان هي بتقلل الفجوه اللي ما بين الحياه العمليه والحياه الدراسيه. الكلام ده هيقوله لك هم، الكلام ده انا كنت منهم وبقوله لك، وهو ده الصح عامه. انا دخلت كوميت ودخلت ايزك، فادوني فعلا. عشان ما خرج، وكنت برضه في نفس الوقت في الجامعه بشتغل. فلما خرجت كنت بخش انترفيو، انا عارف الاسئله اللي بتسال لي، عارف انجليزي، وعارف اودي مع الراجل واقول له انا عملت ايه في الجامعه. مش فضلت قاعد في الجامعه جبت امتياز. لا، ما هو انت لو عايز تجيب امتياز يبقى خليك بقى يا باشا في الجامعه. خليك ده انت تخش بقى معيد كمان، ويا رب ان شاء الله تبقى دكتور. حاجات اللي هي النظريه دي، اللي انت ازاي تكون دكتور جامد جدا في رياده الاعمال او في التسويق، وانت عمرك ما اشتغلت اصلا في الحاجات دي. كل الكلام ده نظري، كل الكلام ده على الكتب، لكن انت عمرك ما طبقت. فلو عايز تبقى كده، ربنا معاك يا عم. وبيكسبوا كويس وبيفيدوا، ويعني في افاده. اللي تشوف انت بتعلم كام واحد بقى بيطلعوا من تحت ايدك، بس كام دكتور فعلا احنا بنفهم منهم. لو انت تبقى من 10% من الدكاتره اللي احنا بنحبهم وبنفهم منهم، جو فور ات على طول، قشطه، روح على طول. لكن لو هتبقى من 90% التانيين اللي هم يا دوب بس بيجوا يقعدوا يقول لك انا كنت مش عارف في ايطاليا عملت ايه، ويقعد يقرا من الكتاب والسلايدز، خليك برضو عايز تبقى كده، خليك. لكن انا من وجهه نظري، افحت نفسك في الجامعه شغل. والله حتى لو انت في، طبعا الكلام ده مش في طب وهندسه، ماليش دعوه بيهم، بس انا بتكلم على الكليات العاديه، حقوق وتجاره اللي هي معظم الشعب منها، واداب والكلام ده. افحت نفسك شغل وتعلم وانت في الجامعه، عشان بعد ما تخرج تقول لهم انا عملت واحد اتنين تلاته وعايز مرتب بها واحد اتنين تلاته. وكمان حتى لو مش عايز مرتب واحد اتنين تلاته، انت ال5 سنين جايين هتلاقي على السوشيال ميديا ناس في سنك ومعاهم مرتبات اعلى منك. سيبك منهم، ده مش وقتك، عادي، ده مش وقتك، ويكون وقتهم، رزقهم. انت ان شاء الله بتشتغل عشان توصل للليفل ده بقى بعد كده ان شاء الله.
في حاجه اسمها بيقول لك تراست ذا بروسيس. انت دلوقتي في ليفل 1 وبعد كده احنا هنا في ليفل 100، ده المستوى اللي انت عايز توصل له. فانت لازم تنط من 1 2 3 4 5. ما ينفعش تنط من 1 ل 50 ل 100. لازم تمشي واحده واحده. لازم يعني تهتم بالعمق مش بالوسع. يعني مش عارف تفهمها ازاي، بس لازم تهتم بان انت تكون فاهم ودماغك شغاله ونظيفه، مش بتاع كلام بس بتقعد تطلع تتكلم وتعمل وتنطط وتعمل. لا، لازم تكون فعلا فاهم انت بتتكلم في ايه وبتشتغل ايه ومذاكر ايه. ساعتها الفلوس هتجيلك. لكن لو فضلت تطلع تقول انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وبس مش لاقي شغل، يا فرحتي بيك. لازم تتعلم كويس. غير التعليم الجامعي، التعليم الجامعي والله العظيم 3 ما هيجي 5% من الشغل. 95% انت راكنهم على جنب، وانت عارف ان انت راكنهم على جنب وفاكر ان انت بعد ما تخلص جامعه بكورس الاي سي دي ال اللي انت واخده ده هيشغلك. انسى انسى وخد البنسه زي ما بيقولوا. كل سنه وانت طيب، احنا في رمضان. فانت لازم تذاكر يا باشا لوحدك. لازم تتعلم مهاره اللي انت التعلم الذاتي اللي هو السيلف ستادي، اللي انت ازاي تذاكر من الكتب وازاي تذاكر من الكورسات وازاي تذاكر من جوجل وازاي تذاكر من على اليوتيوب ومن على شات جي بي تي. كل الكلام ده بتذاكر لوحدك، تجيب المعلومه لوحدك. غيرك عملوها انت كمان هتعرف تعملها. ال5 سنين بتوع بعد الجامعه دول لازم تطحن شغل. وبعد بقى السن ال 30 او بعد سن 27 28 فكر بقى تفتح بيزنس. فكر تروح بقى شركه انترناشونال. خلاص بقيت انت اتفحت 5 سنين، فانت هتروح شركه انترناشونال بمرتب هتقبض بقى 30 40 50 الف جنيه. وده في ناس بتقبض 30 40 الف 50 الف جنيه عشان بس ما حدش يكون فاكر ان هو لا. ربنا كرمك بعد 5 سنين ولقيت نفسك عايز تسافر، سافر. عايز تسيب مصر وتسافر تروح المانيا امريكا ايا كان، بس انت مش هتعرف تروح هناك غير لما يكون معاك خبره وما تكون عملت حاجه وما يكون معاك انجليزي. فما تكونش عامل الحاجات دي كلها وتكون عايز تسافر. لا، ربنا عدل. انت اكيد ممكن يكون رزقك وربنا يبارك لك وتسافر ومن غير ما تعمل اي حاجه ولا وتجيلك كده بالسبهلله، بس هترجع هناك ممكن تروح هناك تشتغل بقى بتاع اسمها ايه، بينظفوا اطباق وعامل مش عارف نظافه وفي مطعم والكلام ده كله. طب وليه؟ ليه يا عم اروح اتبهدل في بلدي هتقعد تقول لي عشان بقبض $16 في الساعه؟ روح. لو انت عايز تروح تمسح اطباق في امريكا روح. يعني دي حاجه انت عايز تعملها اعملها. لكن لو انت عايز تتعب وتجيبها راجل بعرق جبينك كده في 5 سنين تذاكر وتتفحت وتبقى جامد جدا في مجالك من احسن الناس في مجالك في مصر، ساعتها هيجي لك ناس من دبي ومن امريكا ومن المانيا ومن هولندا يقولوا لك بقول لك ايه، يقول لك على لينكدين ما تيجي عندنا اوبورتيونيتي وايه رايك مش عارف ايه، وساعتها تروح. او ساعتها تقعد في مصر تفتح البيزنس بتاعك. بس ال5 سنين بقى اللي هم بتوع بعد الكليه دول لازم تاخد فيهم اكبر ريسك. اكبر ريسك في حياتك. انت لسه مش عارف انت عايز تبقى ايه، لسه مش عارف عايز تشتغل ايه ولا عايز تتعلم ايه ولا عايز تعمل ايه. جرب كل حاجه لحد ما تلاقي الحاجه اللي انت عايز تتميز فيها وايه دي اللي انت عايز تبقى تكمل فيها حياتك، حتى لو تعملها ببلاش. دايما كده اسال نفسك لو انت مش عارف انت عايز تعمل ايه، اسال نفسك سؤال: ايه الحاجه اللي انت تقدر تعملها وتشتغلها طول حياتك من غير فلوس؟ هيجي لك فكره دلوقتي بس هي دي الفكره. جات لك فكره انت عايز تبقى بتاع ماركتنج، هتشتغل عن كل الناس لمده حياتك كلها ومن غير فلوس، انت هتكون مبسوط. يبقى هو ده شغلانتك. تتعلم ماركتنج، تتعلم تاخد كورسات، تقرا كتب، تبتدي تنزل تشتغل 3-4 سنين انت هتبقى في حته ثانيه. سواء بقى فتحت البيزنس بتاعك ويا ريت تفتح البيزنس بتاعك وشغال وعندك مصدر دخل ثالث ومش عارف ايه الكلام ده كله. لازم 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 طول ال5 سنين دول تجرب حاجات كتير عشان انت مش عندك مسؤوليات. اتمنى ان انت ما يكونش عندك مسؤوليات. اتمنى ان انت ما تكونش مش عايز اقولها بس دبست نفسك في خطوبه دلوقتي او جواز او معاك عيال او ايا كان الحاجات ده كله. انت مش قادر تشيل مسؤوليه نفسك، فهتشيل مسؤوليه حد تاني ليه؟ فاهم؟ فال5 سنين خلاص انا قلتها كتير تتفشخ. انا اسف في الكلمه، انا اسف جدا في الكلمه، بس هو ده، هي دي الحياه. الحياه صعبه، الحياه صعبه موت. والمنافسه دلوقتي مش في كورس الاي سي دي ال. كورس الاي سي دي ال واللي انت تقعد ازاي تكتب على الوورد وفاكر نفسك هتشتغل 3000 جنيه 4000 جنيه 6 7000 جنيه. لا، دي بوز ايدك وش وظهر والحمد لله دي امكانياتك. ما تجيش تقعد تقول تشتكي بقى حال البلد وحال وحال وحال.
على قد امكانياتك هتاخد، طورت من امكانياتك هتاخد. دي خدها قاعده كده والله في الحياه. سيبك من الوسايط، وسيبك ان الحياه مش عادله والحكومه والكلام ده كله. تاكد مليون في الميه ان انا لو صاحب بيزنس وانت بتطير وتشخ راسه زي ما بيقولوا، انا هديك اللي انت عاوزه. طالما هتجيب لي فلوس، طالما هتنجح لي الشركه بتاعتي، هديك فلوس اللي انت عايزه. لكن انت جاي تقعد تقول لي انا مع اي سي دي ال وما بتعرفش تتكلم انجليزي ولا اي حاجه، طب هديك فلوس ليه؟ لو انت يا عم ابوك شغال مدير مخابرات ايا كان، لو انت ابوك شغال ايه، هيجي يقول لي انا ابني مع كورس اي سي دي ال وما اعرفش يتكلم انجليزي وتشغله عندك، هقول له طب ماشي شغله عندي تقديرا ليك يا حاج، بس مش هديله فلوس. مش عارف اديله فلوس، ليه ادفع فلوس من جيبي وعلى واحد بيعطل لي الشغل اصلا؟ ما ممكن اجيب واحد بيعمل شغلانته دي 5 اضعافها واديله مرتب وخلاص تاني. فانت لازم تتقل نفسك في السوق عشان تعرف تتقل جيبك. حلوه الجمله دي، تقل نفسك عشان تقدر تتقل جيبك يا باشا. اتمنى يكون الفيديو ما يكونش صعب عليك، انا عارف ان هو ممكن يكون صعب عليك او عليكي. هي دي الحياه، الحياه صعبه، بس انا بحب الصعب الصراحه، انا بحب التحديات. انا كمعتز بحب ان انا جدا حد يتحداني، وان انا عارف ان انا اقدر اعمل اي حاجه طالما حطيتها في دماغي واديتها الوقت والمجهود. انا عرفت تشوف بقى فيديوهات على الفيسبوك وفيديوهات مش عارف على ايه تريقه والكلام ده كله عن موضوع يقفل على نفسك 3 شهور 6 شهور. اللي بيتريق ده دماغه تعبانه. انا من وجهه نظري اللي بيتريق ده ضعيف، ما عرفش يعمل حاجه من دول. لو حد عرف يعمل حاجه من دي وبيتريق، يبقى دماغه برضو لسه مش كامله. انا ما بحبش العلاقات السلبيه. انا عارف ان انا لو قفلت على نفسي 6 شهور وعايز اتعلم مهاره معينه انت عايز تعلمها لمده 6 شهور وقفلت على نفسك فعلا، يا عم اقول لك هديك مثال. انا دلوقتي جيت قلت لك خد الكتاب ده، انت اسمك محمد ماشي، خد يا محمد الكتاب ده اقراه. هتقول لي ماشي يا معتز، وخدت الكتاب وحطيته، جيت بعد شهرين قلت لك ايه قريته، هتقول لي لا. فقلت لك طيب ماشي. جيت اديته تاني لواحد اسمه مصطفى، خد يا مصطفى الكتاب ده، وخليت الاوضه اللي قاعد فيها مصطفى ما فيهاش غير الكتاب ده. مصطفى بعد ساعتين 3 هيلاقي نفسه زهقان، هيمسك الكتاب يقعد يقراه. حياتنا بقى كلها بقت عباره عن السوشيال ميديا والحاجات المشتتات دي كلها، فبقيتش قادر اعمل ولا كتاب ولا اعمل اي حاجه ولا اخد كورس ولا اذاكر ولا اعمل حاجه، وبقيت اتريق على كل الناس بقى الا انا كل الناس هي اللي غلط. الحكومه والاهل والصحاب والتعليم والصحه وكل حاجه غلط الا انا. ما مسكتش كتاب وذاكرت. ما تلومش لنفسك يا باشا. انا اسف طولت على الفيديو وطولت لو الكلام كان جارح، بس اشوفك في المستقبل ان شاء الله.